السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده انا عايز اتكلم على حاجة اتعرضنا ليها كلنا او هنتعرض ليها كلنا، وهي انك في وقت من الاوقات بتتحط قصاد اختيار تمشي يمين او تمشي شمال، وبتبقى مش عارف تختار ايه او محتار، او في حاجة منعاك ان انت تمشي في سكة عن التانية. واحيانا كتير قوي بيبقى الاختيار ده اختيار مفصلي، يعني السكة دي هتودي في طريق والسكة دي هتودي في طريق تاني خالص. واحيانا انت بتبقى عارف ايه الطريق الصح بس مش قادر تمشي فيه بسبب ان انت رابط دماغك بحاجة معينة او عايز الدنيا تمشي بطريقة معينة كده، هو يا كده يا بلاش. هقول لكم كده كام مثال عشان ما تتوهوش مني. طالب في ثانوية عامة ورابط دماغه يا اما اخش كلية طب يا اما كلية هندسة يا علوم، مفيش غير الثلاثة دول، لو ما دخلتش حاجة من دول يبقى انا فشلت. هو رابط دماغه بالفكره دي ومعرفش بقى ايا كان بقى اللي حاططها في دماغه، سواء المجتمع اللي حواليه او في البيت او ايا كان او زمايله ماشيين في السكه دي فهو لازم يمشي في السكه دي. بس ان هو رابط دماغه بالفكره دي منعاه من ان هو يختار حاجه هو بيحبها وهينجز فيها وهيمشي فيها. مثال تاني، طالب مخلص كليه طب وقصاده تخصصين، تخصص ترندي والناس بتمشي وراه، وتخصص تاني هو حبه وهينجز فيه. بس هو رابط دماغه بحاجه معينه، ان انا عايز الحاجه الترندي بقى، انا عايز التخصص اللي انا حابه يكون ترندي ويكون الناس كلها بتجري عليه وبتشاور عليه، وبالتالي هيقف قصاد التخصصين محتار، مش قادر ياخد الحاجه اللي هو حاببها ولا ياخد الحاجه الشائعه العامه اللي كل الناس بتاخدها. اللي انا عايز اقوله، ما تربطش دماغك بحاجه معينه تعطلك ان انت تاخد قرار مهم في حياتك، او تمنعك من ان انت تمشي في طريق وارد يجيب لك نتيجه في الاخر. ما تربطش دماغك بحاجه وتلاقي دماغك زقاك غصب عنك ان انت تمشي في اتجاه انت مش عاوزه. واغلبنا بيبقى دماغه مربوطه بحاجه معينه، واحد في شغل مرتبط بالمكان بتاع الشغل بتاعه، ولما بتجيله فرص احسن مش بيبقى قادر يسيب الشغل بتاعه، هو اتعود على المكان دوت وتعود على الناس دي، فخلاص هي دماغه مربوطه بالمكان دوت ومش قادر ياخد خطوه لقدام. نفس الكلام مثلا واحد بيروح الدرس فبيسمع زمايله بيتكلموا ان هما لازم يجيبوا مجموع عالي ونخش كليه الطب، مرتبط بزمايله فشايف ان هما عاوزين الحاجه دي، فالحاجه دي غالبا هي الصح فانا لازم ابقى زيهم. حد تاني متعلق جدا بزمايله او بيحب حد معين ومش قادر يبعد عنه، فمع الوقت هو متكلبش بالافكار بتاعت الشخص دوت او متكلبش بافكار زمايله، مش قادر ينطلق هو بقى. انا قريت في كتاب قبل كده ان انت عشان تمشي لقدام وتنطلق في الحياه لازم ما تبقاش مرتبط لا بمكان ولا بزمان ولا باشخاص، مش مرتبط غير بربنا بس. ولو ركزنا هنلاقي كلنا بنبقى مرتبطين يا بمكان يا بزمان يا بشخص معين. في ناس بتبقى مرتبطه بفتره الجامعه وتقعد تقول لك انا كنت مبسوط جدا، مش قادر يتحرر من الفتره دي، ممكن تلاقيه عمال يعيد اصلا ويسقط وبتاع لان هو مش عايز يطلع منها، هو مبسوط بحياه الجامعه والحياه الجامعيه دي وهو مبسوط بيها وخلاص. واحد تاني مرتبط بالمكان اللي هو ساكن فيه ومش عايز يطلع براه، بالبلد اللي هو عايش فيها دي كده وهو مبسوط فيه وهو ده الكومفورت زون بتاعه، مش عايز ياخد خطوه، مش عايز يبعد، مش عايز يتحرك لمكان تاني حتى لو في فرص اتيحت في اماكن تانية. حد تالت خالص مرتبط بشخص معين وحياته متمحوره حواليه، حابب الشخص دوت مش عايز يبقى بعيد عنه، بالتالي بيضيع فرص كتير او بيتحط في اختيارات مش قادر ياخد منها حاجه لان هي هتبعده عن الشخص ده. اللي عايز اقوله، ما ترتبطش بمكان، ما ترتبطش بزمان، ما ترتبطش باشخاص، والا لما تتحط بين اختيارين هتلاقي نفسك متكلبش كده ومش قادر تختار الحاجه الانسب ليك او مش قادر تحدد ايه الانسب ليك، لان انت دماغك اوريدي مرتبطه بحاجه معينه ومتكلبشه بيها ومش قادره تفكر. دكتور مصطفى محمود في فيديو من الفيديوهات بتاعته اتكلم على نقطة مهمة جدا، الفرق بين الشخص العبقري والشخص العادي. قال لك ان العبقري قادر يخترق جدار المألوف، ان هو قدر يحرر نفسه من الرغبات العادية بتاعتنا والشهوات العادية بتاعتنا، ودماغه ما بقتش مرتبطة بالحاجات اللي ممكن تكلبشه. الشخص العبقري ده بيقدر يحرر دماغه من قيود المكان والزمان والاشخاص اللي ممكن تبقى منعاه ان هو ينطلق يخترع حاجة جديدة او يفكر في حاجة جديدة. الشخص العادي فكره بيبقى مقيد بالشهوات بالرغبات بتاعت الناس العادية، بالترند اللي ماشي وهو لازم يمشي معاه، دماغه متقيده بالحاجات دي ومنعاه من ان هو ياخد قرارات مختلفه، منعاه من ان هو ينطلق ويمشي لقدام ويتطور. ده الاختلاف بين الشخص العبقري والشخص العادي، اختلاف في طريقه التفكير، في طريقه التعامل مع الحاجات اللي بنتعرض ليها. هتقول لي يعني انا المفروض ما ارتبطش بحاجه خالص كده اعيش كده؟ لا، انا بقول لك ما ترتبطش بحاجه قوي لدرجه ان هي تمنعك ان انت تمشي لقدام. يعني انت لو عايش في مكان معين حبه يا عم وانبسط فيه وكل حاجه، بس ما يمنعكش ان انت تروح لمكان تاني فيه مصلحتك. لو انت متعلق جدا بزمايلك وبحياتكم كلها مع بعض جميل، انبسط عيش، بس ده ما يمنعكش من ان انت تاخد قرار هيختلف عنهم لان القرار ده في مصلحتك. ما تبقاش عايش في اوهام ايام ولت ومضت وكانت حلوه وبتاع وتقعد عايش بقى على الاطلال، اللي هو من فتره حصل كذا وانا كنت مبسوط والدنيا كانت ماشيه كويس وبتاع وخلاص انت
يعني قاعد عايش في الاطلال دي ومش قادر تمشي لقدام، مش قادر بقى تشوف ايه اللي حاصل معاك دلوقتي. من الاخر يعني انبسط في المكان اللي انت فيه، وانبسط مع اصحابك او مع الناس اللي انت بتحبهم، وانبسط بالذكريات اللي انت عملتها. بس الحاجات دي المفروض لما تتحط في مفترق طريق ويبقى قصادك اختيارين، المفروض الحاجات دي ما تجيش بقى تكلبشك، تمنعك من ان انت تختار الاختيار اللي فيه مصلحتك، او تلغوش عليك فتبقى مش عارف تمشي في السكه دي ولا في السكه دي. السبب ان انا عامل الفيديو ده هو ان انا شفت فيديو الدكتور مصطفى محمود بيتكلم عن الموضوع ده، وبيتكلم عليه بشكل حلو قوي وبالتفصيل، فخلى دماغي نورت كده، اللي هو صح، احنا كلنا بنقع في الغلطه دي، كلنا بنبقى مرتبطين بمكان او مرتبطين بحاجه او متقيدين برغبات او حاجات معينه منعانا من ان احنا نمشي لقدام. فانا قلت ليه ما اتكلمش وافتح دماغكم على النقطه دي زي ما هو فتح دماغي عليها، ان اكيد مش انا لوحدي اللي واقع في الاشكاليه دي. عن نفسي اقتنعت بالكلام بتاعه وشايف ان هو كلام صح، فانا عايز اعرف انتوا كمان مقتنعين بالكلام اللي انا قلته ده، ولا شايفين ان في حاجه تانية افضل؟ السلام عليكم.